مرحبا يا أصدقائي، يا أهلا وسهلا بكم. أنا رنا العبد الله ورجعت لكم بفيديو جديد عن مايوركا. جمال مايوركا وبحارها الحلوة. آسفة تأخرت عليكم بتنزيل هذا الفيديو، أنا مكملته من قبل أشهر بس أعتذر ما نزلته. كنت حالتي مرضية، كانت ما تساعدني بأن أنزل فيديو، كنت مريضة وبعدها حامل وبعدها ولادة بنتي ريا، فتأخرت بتسجيل المقطع الصوتي لهذا الفيديو. أتمنى تشوفون الفيديو للنهاية حتستمتعون، حتشوفون جمال الطبيعة بمايوركا. لا تنسون تعلقوا لي تعليقات حلوة وتنطوني لايكات وتسوون شير للفيديو إذا حبيتوا. تابعوني. طلعت من المنتجع وحاخذكم للشاطئ البحر القريب على هذا المنتجع. بعد دقيقتين مشي على الأقدام وصلت له. طبعا الرمل لونه أبيض، بالحقيقة لونه أبيض أبيض، وجمال البحر والغيوم لونها ماوي فاتح كأنه أفلام كرتون. هذا أحلى بحر من بحر برشلونة، يعني بحر مايوركا شيء روعة، ألوانه تجنن. يمكن بالحقيقة إذا تشوفوه ما تتخيلون هيجي جمال، فسبحان الخالق على هيجي جمال وهيجي ألوان. وهاي الشمسيات أو المظلات اللي تجنن، طبعا كلش حلوة بالصور وكلش حلوة لصور الانستغرام. أخذت كم صورة منها. طبعا تكون الشمسيات من القش الطبيعي الحقيقي، فتشي روعة وتحمي من الشمس، وبالصور هم حتكون كلش حلوة. الكورنيش كان مزدحم بهاي الجزيرة، معظم الناس تلقوها مبدلة لبس السبورت ويمشون. تلقوهم يتجولون بهاي الأسواق يشترون هاي الأمور، مو اللي يكونون سائحين من أهل البلد، بس هاي من العادات اللي عندهم على هذا الجو الحلو والمناظر الحلوة بالبحر. مقابيل هذا البحر بمايوركا اللي هو قريب على المنتجع اللي أنا بقيت بيه، تلقون بيه هواية محلات، عينكم وممدت محلات بيها أشياء زينة، أشياء تذكارية ممكن تاخذوها، ميداليات، التلصيقات المغناطيس اللي تخلوها على الثلاجة، المناشف، كلها طبعا الرموز اللي تدل على هي مايوركا، أما اسمها أو بحرها أو هذا الشكل اللي هم يحبوه. هذا الحيوان اللي أنا جدا أكرهه، موجود عندنا بالدول العربية وبالعراق خاصة، اللي يعيش بالأماكن الحارة. وصادفت هنا النسخة المقلدة من أنتر شبار بألمانيا وبالنمسا بسوبر شبار، طبعا مختلف نهائيا عن الموجود عندنا. طبعا تعتبر مايوركا جوها معتدل دائما، ممكن تسافروا بالشتاء وبالصيف، ما حتتغير درجات الحرارة، حتبقى معتدلة، جو حلو، لا هو حار كلش ولا هو بارد كلش. بهاي الأيام اللي بقيت بيها كانت أيام يوم غائم مطر، البحر كان فارغ، معظم السياح والناس الإسبان ما كانوا يقصدون البحر. أما الأيام الباقية كانت مشمسة، ويعني أيام تساعد على السباحة، وأني عشت بالحالتين، بأيام الغيم وأيام الشمس. أكيد بالأيام المشمسة كانت الزيارة أحلى للبحر، السباحة أحلى. البحر كان جدا جدا مالح، مالح أكثر من بحر برشلونة. الصخور كانت حلوة، ألوانها مائلة إلى خضار وإلى ألوان الرمادي والرصاصي، مختلفة نهائيا عن الصخور الموجودة ببرشلونة اللي كانت معظمها جوزي وبني، وهذا مشتقات هاي الألوان الترابية. ابقوا وياي شوفوا جمال البحر وصوت البحر اللي حيسوي لكم ريلاكس بس تسمعوا. وأي مشاكل، أي هموم، أي إزعاج، أشياء الإلكترونية نستخدمها من التليفون، مجرد تقعدون بهذا البحر وتسمعون مجرد صوته وتمشون هذا التراب الحلو حتعطيكم طاقة إيجابية، صدقوني أكيد.
وحبيت أصور لكم الأيام اللي أنا رحت بيها أيضا، فأخذت مقتطفات من هذا اليوم اللي كنت بيه أنا بالمنتجع بعد ما قضيت وقت حلو وفطرت، وبعدها توجهت للبحر. ما سبحت بوقتها ولكن قضيت وقت حلو، بس مجرد مشيت على الكورنيش وبدربي رحت للمحلات الموجودة، أخذت هدايا بسيطة لأحبابي وأصدقائي. وأكيد ما نسيت صور الانستغرام. أتمنى حبيتوا هذا الفيديو الخفيف، ولا تنسوني بالإعجاب أكيد. ألتقيكم في فيديو جاي إن شاء الله. باي باي.